السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم انجي سكين، ودي قناة ان شاء الله. النهاردة هنعمل لوبيا فلاحي بالصلصة الحمراء. معايا كوبايتين من اللوبيا، بدأت نقيتهم وغسلتهم ونقعتهم حوالي نص ساعة. بعد كده بشطفهم، وبعد كده ببدأ ان انا اضيفهم في حلة فيها مية واسيبهم يتسلقوا 3/4 سوا. هنا معايا حلة تانية ضفت فيها معلقتين من الزيت، معلقتين كبار من الزيت بالتدريج، ومعاهم معلقة صغيرة من الزبدة الفلاحي. وهنا معايا بصلة مفرومة ناعم، هبدأ ان انا اشوح البصلة لغاية ما تدبل. بعد كده بضيف توم وسبع بهارات وورق لورا وكمون وكزبرة. طبعا السبع بهارات بيكون فيها القرفة، عشان كده انا ما ضفتش قرفة. وهنا ضفت بقية الزيت، وهبدأ ان انا اشوح لغاية ما بنوصل للمرحلة دي. بعد كده معايا كوبايتين من عصير الطماطم المتسبكة، ببدأ ان انا اضيفهم واضيف الملح. هنا اللوبيا بتبدأ ان هي في الغليان لغاية ما تسوى. طبعا كنت ضفت معلقة من الصلصة الجاهزة، وهنا بظبط الملح وبسيبها لغاية ما تغلي، وبعد كده بضيف لها مية مغلية واسيبها لغاية ما تستوي وبتظهر بالشكل ده. وهنا دي طريقة التقديم بتاعتها. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.